بعد 7 أكتوبر في حاجات كتير اتغيرت، وأهمها إننا فوقنا من الوهم اللي كنا فيه وفهمنا إننا كنا مغيبين. خرجنا بره الإطار اللي حطونا فيه عشان نفضل نعتمد عليهم ونصدق كلامهم ونفكر إن هم أقوى وإننا ضعفة ولا حول لينا ولا قوة. الغرب اتحكم فينا بأفلامهم وأخبارهم وثقافتهم وفرضوها علينا بشكل أو بآخر لحد ما بقينا نتنافس إننا نبقى شبههم ونبعد عن أصلنا. نسينا حضارتنا وبقينا بنمثل حضاراتهم وثقافتهم لحد ما فقدنا الأمل في شبابنا وفي نفسنا وحسينا اننا قضية خسرانة. لكن ربنا يقرر انه يدينا فرصة تانية اننا نفوق ونشوف الحق من التاني، وبدل ما نحرر فلسطين هي اللي حررتنا. قررنا ان احنا مش هنعتمد عليهم تاني واننا هنعتمد على نفسنا لحد ما نقدر ننافسهم. وبالرغم من كل الاصوات اللي عاملين مننا اللي قالوا مش هنقدر ومش هنفرق، لكن قدرنا وفرقنا. كفرنا بمبادئهم ورجعنا لمبادئنا وامنا بيها، ودلوقتي في كتير منهم كمان امنوا بيها. وصلنا صوتنا وعملنا فرق رغم كل محاولاتهم انهم يخرسونا ويسكتونا. رجع لنا الامل تاني وعرفنا اننا قضية كسبانة. وان وجودنا خطر عليهم لاننا مع بعض اقوى. لكن لازم نكمل وما تكونش دي حماسة وتروح لحالها مع الوقت. لازم نفكر بعض احنا ليه اتغيرنا ونساعد بعض اننا نكمل. لازم نتعلم اننا هنسمع بس للي يفيدنا وهننبذ اللي يضرنا حتى لو عامل مننا. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لازم نفكر ليه ربنا حطنا في الامتحان ده. خلينا نستعين بربنا لان هو بس اللي قادر ينصرنا. ابدأ النهاردة بعادة كويسة أو طاعة لربنا وخد قرارك إنك تحافظ عليها مهما يحصل. لو مش محافظ على صلاتك ابدأ التزم بيها وصلي الفروض في ميعادها. بدل الأغاني اللي بتسمعها في الطريق وانت سايق أو حتى في المواصلات واسمع بدلها قرآن أو حتى بودكاست تستفيد منه. ابدأ صلي صلاة السنة وحافظ عليها. اتبرع كل يوم بمبلغ بسيط حتى لو 5 جنيه وخليها عادة. اقرأ قرآن كل يوم حتى لو صفحة واحدة. وفي الآخر ما تنسوش ندعي لإخواتنا في غزة ربنا يصبرهم وينصرهم.